لابد أن نتقدم بأخلص التهاني والتبريكات لجلالة الملك نصره الله على العناية التي أحاط بها الفريق الوطني قبل وخلال وبعد المونديال نتاع قطر. فأريد أن أوضح لكم بأن جلالة الملك نصره الله كان هو الداعم والمساند الأول للفريق الوطني، كما قلت، لا قبل الذهاب إلى قطر ولا خلال الإقامة نتاعنا في قطر، حيث كان جلالته في اتصال مباشر ودائم مع أعضاء الفريق الوطني مدربا ولاعبين لتشجيعهم وحثهم على بذل المجهودات الضرورية حتى يكونوا في مستوى تطلعات جلالته وفي مستوى تطلعات الجمهور المغربي. والكل شاهد الاستقبال الذي حظي به الفريق الوطني من طرف جلالته، حيث اعتبر حدثا تاريخيا سيبقى راسخا في تاريخ الكرة الوطنية وفي تاريخ الرياضة المغربية. إذن وبكل صدق وأمانة فالفضل فيما نحن فيه اليوم وما وصلنا إليه اليوم بعد سبحانه وتعالى يرجع ويعود إلى جلالته الذي كما قلت كان داعما راعيا للاعبين وللرياضة بصفة عامة وللشباب في مختلف أنشطته. المسألة الثانية، لابد باسمكم جميعا أن نحيي الجماهير الرياضية التي اعتبرت وتعتبر من بين الأحداث التي ميزت حضور الفريق الوطني في قطر. وشاهدنا جميعا كيف أن الفريق الوطني في كل مباراة كان عندنا شعور بأننا نلعب في إحدى الملاعب المغربية، وهذا بشهادة الجميع وباعتراف مختلف الفاعلين داخل أجهزة كرة القدم العالمية. الحضور الجماهيري المغربي كان استثنائيا وكان أكثر من اللاعب رقم 12 للفريق. أنا كنت قريب من الفريق الوطني وكنت أحس بهذا الدعم اللا مشروط اللي كانت يجي اللاعبين. وبطبيعة الحال لابد أن ننوه بعطاء أعضاء الفريق الوطني سواء أطرا تقنية أو محيطة باللاعبين من أطقم طبية وإدارية وبمجهود اللاعبين اللي يمكن لي نقول لكم اليوم بأنهم رغم مجموعة من الإشكالات وفي مقدمتها الإصابات اللي كانوا كيتصابوا بها في مختلف المباريات، والإصابات نتاع كوفيد-19 اللي قست على الأقل لاعب نصير مزراوي ونايف أقرد، كل هذه العوامل ما خلتهم شيء أنهم يتهاونوا ولو للحظة واحدة شعورا منهم بمسؤوليتهم التاريخية والواقع. وأنا هذه شهادة نقولها لكم وللتاريخ أن الروح التي أبان عليها اللاعبون، أنا تنعرف لاعبين لعبوا منذ المباراة الثانية وهم مصابون بأعصاب كان على الأقل خصهم يجلسوا 15 يوم، في مقدمتهم حكيمي والسايس وأمرابط ونصيري ولاعبين آخرين اللي كما قلت تجاوزوا لعنة الإصابات، وكيف ما قلت لعنة الإصابة والتسرب كوفيد-19 وواجهوا كل المعيقات وكانوا بحق أبطال يستحقون التنويه وأن ننوه به. هي فرصة أيضا لأشكركم جميعا على تعبئتكم وراء الفريق الوطني، ونتذكر الاجتماع اللي كنا قررنا فيه تغيير المدرب وكيف كانت الروح المسؤولية الجماعية. بطبيعة اليوم بعد الحدث وبعد الإنجاز تتقل الأهمية تاع اتخاذ مثل هذه القرارات، ولكن في حينها اللي بغى يستحضر القيمة الحقيقية لابد أنه يرجع للحين تاعها. فشكرا لكم مرة أخرى. طبيعة الحال الحضور نتاعنا في كأس العالم والمتميز والصورة اللي وصلت لها الكرة الوطنية اليوم تقتضي منا أن نضاعف المجهودات وأن نعمل في نكران اللذات بكل حزم وبكل وطنية. وهذه الأمور اللي قاموا بها اللاعبين وانتم هذه الخصال نتاعكم في مختلف المواقع سواء داخل الأندية أو العصاب الجهوية أو المكاتب المديرية لمختلف العصاب، هذه الخصال اللي كانت عندكم لابد أن نجسدها ونرسخها على أرض الواقع. والمستقبل لن يقبل منا جميعا إلا هذه الخصال وهذه التضحيات، وسنكون
بشكل جماعي حاضرين لاتخاذ كل القرارات في الوقت المناسب وفي مقدمتها. وهذا شيء مع الأسف من الأمور التي أفسدت نسبيا فرحتنا وتوهج الجماهير، هي التلاعبات البخيسة واليائسة والتي تتصف بالبؤس وبالجشع، التي كان أبطالها مجموعة من المحسوبين على كرة القدم اللي عرفتها المسألة نتاع التذاكر. وهنا لا بد أن أوضح بأن الإشكال نتاع التذاكر إشكال عرفناه مع مرور المباريات، خصوصا مع المباراة نتاع اسبانيا، حيث أننا الجماهير المغربية بطبيعة الحال أولا ما كانتش كتنتظر هذه النتائج ولم تكن تتوقعها، وبالتالي الاستعداد لها ما كانش بالشكل المطلوب. والمسألة الثانية هو أن التذاكر نتاع المونديال تبعت 6 شهور قبل بداية الحدث، وكتعرفوا كلكم على أن من بين العوامل النجاح هي العدد تاع التذاكر اللي تم البيع نتاعها. وبالتالي الإخوان في قطر بطبيعة الحال كانوا في دورهم أنهم اقتنوا العدد الأكبر من التذاكر، وكان لازم أننا نلقاو حلول، وبذلنا مجهودات جبارة بين المباريات في ظرف ما كانش كيتجاوز 48 ساعة، بالتنسيق مع الفيفا وبالتنسيق مع السلطات القطرية باش نوفروا التذاكر لأكبر عدد من الجماهير المغربية التي تستحق هذا الجهد وتستحق هذه التضحية، لأن تضحياتها كانت أكبر. هي انتقلت من المغرب وجات من مختلف ربوع العالم باش تشجع الفريق الوطني، وبالتالي فالبؤساء المحسوبين على كرة القدم الذين استغلوا هذا الحدث كيفما كان شأنهم وكيفما كان منصبهم وكيفما كانت مسؤوليتهم، لن أتوانى شخصيا وأنتم معكم في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقهم في أقرب الأوقات. وفي هذا المجال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت بمختلف التقارير نتاع السلطات المكلفة بالأمر، واليوم أنا عندي مجموعة من التقارير في هذا الشأن. غادي نكون واحد اللجنة إذا كنتم متفقين اللي فيها السادة القضاة نتاعنا اللي كيترأسوا اللجان القانونية، وفي ظرف واحد 10 الأيام غيطلعوا على التقارير وغيجريوا التحريات نتاعهم اللازمة، وكل من ثبت في حقه تلاعب بأي شكل من الأشكال في التذاكر نتاع المباريات لن يجد بعد 10 من يناير إن شاء الله مكانا ولا مجالا في كرة القدم، لا من أقسام تاع الهواة نتاعو إلى أعلى المستويات. معناه سيكون مصيره الطرد النهائي من عالم كرة القدم إن لم تحل هذه الملفات على الأجهزة القضائية التي لها اختصاص في الموضوع. كان لازم أننا ندير هذا الشيء في التقديم باش نرفع كل لبس على هذه الأعمال المشينة مع الأسف والتصرفات اللا إنسانية اللي قاموا بها بعض الأشخاص اللي ما عرفتش أنا كيف كان المنطق ولا تصورهم في وقت اللي كنا كنعالجوا فيه في ظروف صعبة للغاية، لا العلاقات مع الفيفا ولا مع السلطات القطرية باش نوفروا أكبر عدد من التذاكر كما قلت لإتاحة الفرصة لجماهير غفيرة وعريضة تحب بلدها وتحب وطنها وتحب فريقها وما درت حتى شي ذنب إلا أنها قطعت 7000 كيلومتر باش تحضر لمساندة الفريق الوطني.